رابع نقطة هاتكلم فيها وهي الشهادة والكارير. لو انتوا جايين على البلد وانتوا اصلا كنتوا معاكوا شهادة في بلدكم الأساسية وكنتوا مثلا بتشتغلوا سواء دكتور مهندس محاسب كل الكلام ده، ما تجوش هنا وترموا كل اللي انتوا عملتوه، لانه ببساطة شايفين ان الناس كتير بتعمل كده. ما تمشوش ورا الناس اللي بتعمل كده. طبيعي ان انتوا ماشي، ممكن اول لما هتيجوا البلد ممكن ان انتوا تشتغلوا اي شغلانة هتلاقوها، لانه بس انتوا بتبقوا محتاجين في اول فترة ان انتوا يبقى عندكم شوية استقرار مادي، فدي حاجة هتوفر لكم ده بشكل سريع. لكن مهم جدا ان انتوا ترجعوا على طول للكارير بتاعكم الاساسي، وده بقى سواء عن طريق معادلة، عن طريق دراسة، عن طريق اي حاجة انتوا محتاجين تعملوها علشان ترجعوا تاني في الكارير بتاعكم. حتى لو هترجعوا للكارير بتاعكم وهتبدأوا فيه من الأول، أحسن بكتير من إن انتوا تضيعوا كل المجهود اللي انتوا عملتوه في بلدكم وتيجوا تشتغلوا هنا أي شغلانة. وطالما انتوا أصلا كان عندكم الخبرة من قبل كده، فحتى لو بدأتوا من الأول هتقدروا إن انتوا تثبتوا نفسكم بسهولة وترجعوا لمكانتكم تاني وتترقوا وتوصلوا المكان اللي انتوا عايزينه. ممكن الموضوع في الأول ياخد شوية وقت، ممكن ان انتوا تحاولوا تقدموا كتير، ممكن ان انتوا تحاولوا تكلموا ناس، الحاجات دي كلها، بس في الآخر لو فضلتوا مصممين لأ، عادي جدًا إن أنتم تيجوا تشتغلوا في الcareer بتاعكم اللي أنتم كنتوا شغالين فيه قبل كده. ما تسمعوش كلام أي حد يقول لكم لأ هنا نظام تاني وهنا هتشتغل أي حاجة، تشتغل أي حاجة لفترة مؤقتة. أنتم هنا بيبقى عندكم فرص كتير جدًا إن أنتم تكبروا في الcareer بتاعكم اللي أنتم كنتوا فيه من قبل كده. فخسارة جدًا إن أنتم تبقوا في المجتمع ده وإن أنتم يبقى عندكم كل المميزات دي وتضيعوها لمجرد إن أنتم تستسهلوا أو تستسلموا بسرعة وتشتغلوا الحاجة اللي موجودة وخلاص وتكملوا عليها.